عليكم، أنا نادر إيهاب بتفرج على قناة نادر إيهاب. النهاردة من عنوان الفيديو هنتكلم عن نصايح وتجارب الثانوية العامة. طبعا الثانوية العامة هي أكبر مخاوفنا وأكبر حاجة، يعني كلنا يعني واحنا في سنة تانية أو في أولى ثانوي دايما بنخاف من المرحلة دي، فجبت لكم شوية نصايح. يلا بينا. اوكي، هتكلم بص هنا شويه عشان خاطر كاتب في النوتس الحاجات اللي انا هقولها عشان خاطر ما انساش حاجه. اوكي، عندنا اول ثلاث نصايح بجد من اهم النصايح اللي انا يعني مش بس في الثانويه العامه كان شخصيا او لينا كلنا، مش بس في الثانويه العامه اللي انا المفروض التزم بالثلاث نصايح دول، لا ده على مدار حياتنا عموما كلها. اول نصيحه وهي الصلاه. يا جماعة يعني انكم ما تنسوش تصلوا، بس يعني الصلاة دي من أهم الحاجات جدا اللي احنا المفروض نعملها. لو انت شخص كنت بتصلي دي حاجة كويسة جدا، كمل ثانوية عامة وكمل صلاة وربنا يثبتنا ويثبتكم كلكم. ولو انت مش بتصلي يعني اعتبر ان الثانوية العامة دي يعني ستيبس كده، خطوة بتقربك لربنا أكتر وتخليك أكتر إن أنت قريب من ربنا، لأن هي حاجة مهمة جدا إن هي الصلاة. تاني حاجة وهي الدعاء. بجد يا جماعة ما تنسوش تدعوا دايما في الصلاة، حتى يعني ايه وانتوا مثلا خلصتوا صلاة كده ادعوا لنفسكم، قولوا يا رب دخلني الكلية كذا، يا رب خلي اقفل في الامتحان ده، اجيب امتياز مثلا لو احنا في كليات ان شاء الله، قول يا رب ادخل الكلية كذا، يا رب يعني اقفل الامتحان بتاع الشهر ده، هكذا. دي من اهم الحاجات بجد اللي بتأثر جدا. انا دايما كانت دعوتي في الثانويه العامه يا رب دخلني الكليه اللي تكون خير ليا، لان انا مش عارف ايه الكليه اللي تكون خير ليا. انا كانت عندي كليه بس دايما كنت بدعيها اقول يا رب دخلني الكليه دي لو كانت خير ليا، لو ما كانتش خير دخلني الكليه اللي تكون خير ليا. الحمد لله ربنا دخلني الكليه اللي هو اختارها لي، وطبعا يعني حاجه حلوه جدا ومش وحشه برضه. لو انت اخترت الكليه ده بعتبر ودخلتها ده ربنا سهلها لك ان انت تدخلها وبرضه تبقى كويس فيها جدا. تالت حاجة وهي بر الوالدين. وطبعا يعني بر الوالدين دي من أهم الحاجات جدا طبعا، اللي هي بر الوالدين، ولازم إن احنا نبر مامتنا وبابانا. ومن أهم الحاجات فعلا إن هي بر الوالدين، يعني تاخد دعوة حلوة. يعني كفاية إنك تاخد دعوة حلوة، يعني بر الوالدين كفاية إنك تبر مامتك تبر باباك، وكفايه انك يعني ما تضرهم تاخد دعوه حلوه كده، دعوه يعني ربنا يكرمك، ربنا يوفقك، ربنا يحقق لك اللي بتتمناه، ودي حاجه بجد حلوه جدا يعني. فالثلاثه دول من اهم الحاجات اللي مش بس في الثانويه العامه اللي احنا المفروض نعملها، لا يعني المفروض من دي ستيب، يعني ستيب من الثانويه العامه دي ستيب كده ان هي تخليك تكمل باقي المراحل والحاجات عشان خاطر ان انت تكمل باقي دنيتك. يعني لو انت مش بتصلي تصلي، لو انت مش بتدعي ادعي، لو انت مش بتبر والديك حاول تبر والديك. فدي ثلاث حاجات مش بس نصيحة للثانوية عامة، لا دي أكتر من نصيحة للثانوية عامة، دي نصيحة يعني في الدنيا كامل. النصيحة الرابعة وإن أنا هبدأ بيها بعد طبعا الثلاثة اللي أنا قلتهم هبدأ بيها، وهي الرياضة. بجد الرياضة حاجة أساسية جدا جدا جدا، ويعني حاجة غريبة جدا اللي نادر ذات نفسه يقول كده، لأن أنا كنت ضد الرياضة بصراحة. فأنا بدأت في ثانوية عامة رياضة، كنت بعمل يعني تدريبات في البيت، تطبيق نزلته عادي كده وبعمل تدريب. بس فعلا لما كنت بعمل تدريب في البيت كان بيعمل ريفرش لماي مايند كده، بيعمل ريفرش لعقلي، وان انا اكمل في بقيه المذاكره. يعني مثلا كنت بعمل تدريب الساعه 10 مثلا بالليل، كنت بكمل مذاكره لحد الساعه 12، كنت بجد بعد ما اخلص كده يا ايه ده انا متحمس وعندي نشاط بجد كده. وقفت في نص يعني ثانويه عامه ومبقتش اعمل تدريبات خالص، حسيت بجد ان انا مش قادر اكمل، مش قادر اعمل. بتيجي الساعه 10 11 انا خلاص بفصل، بس بحاول ازق نفسي للساعه 12 عشان اخلص الحته دي عشان اعمل كده. فبجد الرياضه من اهم الحاجات بجد، يعني انا جربتها وقلت لكم دي تحفه يا جماعه بجد. وطبعا مش الرياضه مش معناها ان انا اروح الجيم بس، لا الرياضه ممكن انزل ابلكيشن من عليه في البيت عادي خالص، اتمشى، انزل اتمشى، اروح الجيم لو انت متوفر انت تروح الجيم تروح الجيم. فيعني الرياضه مش مقتصره في الجيم بس، لا الرياضه مقتصره حياتيا. لو انت بتتدرب استمر في التدريب بتاعك. ممكن مثلا حتى تقول لا ممكن يأثر على مذاكرتي، لا حاول ان انت تعمل
جدول وقسم وقتك ان انت تعمل الرياضه مش هتستخرج نص ساعه ساعه تتمشى، مش يعني مش هتسيب حاجه، لا هترجع تلاقي كل حاجه زي ما هي، وبجد هتفرق جدا 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 والله. بس حاجه ودي من اهم الحاجات اللي انت يعني بجد مهمه جدا جدا جدا، وهي ما تراكمش على نفسك دروس. يعني مراكمه الدروس دي حاجه وحشه جدا، لان هي بتيجي ما بتبداش في الاول. يعني هي دايما مراكمه الدروس مش بتبدا في الاول، لا دايما بتبدا في الاخر، يعني دايما بتظهر في الاخر، لان ما بتلحقش تخلص في الاول ولا تخلص في الاخر. فما تراكمش على نفسك دروس، حاول ان شاء الله لو انت خدت سطر في الدرس ترجع تخلصه بالظبط، ترجع تخلصه عشان تكون مخلص كل اللي عليك اول باول، وما تراكمش حاجه لاخر السنه وتقول انا هجيب من اول ازاي واجيب اللي انا لحقته. لا ما تراكمش على نفسك دروس بجد، على طول تبدا من الاول وتكمل وتخلص. يعني على طول اول ما ترجع من الدرس او اللاين اللي انت خلصته تخلص ان شاء الله اداك صفحه تخلصها على طول وتكمل. سادس حاجه بقى وهي مهمه برضو بعد ما انت ما تراكمش على نفسك دروس وخلصت، سادس حاجه انك تحل كتير جدا. يعني الحل كتير، خلصت صفحه حل عليها، خلصت سطر حل عليه، خلصت مثلا شابتر حل عليه، خلصت وحده حل عليها. الحل الكتير من اهم الحاجات جدا جدا. حل في الاول وفي الاخر، بس في الاخر هيبقى صعب انك تحل كتير، لان المدرسين هم اللي هيخلوك تجبروك انك تحل. حل كتير جدا، لان الحل بجد بيفرق جدا. تعرف انت فهمت ولا لا، بتعرف ايه الحاجه اللي وقع منك، ايه الحاجه مثلا اللي انت عايز تاخد عنها مثلا فكره تانية تركز عليها. الحته دي انا ما ذاكرتهاش هبقى اذاكرها، لان اخر سنه بتفرق. مثلا الحته دي مثلا ما ذاكرتهاش او الحته دي ما اتشرحتش، بس انت لما شفتها في السؤال بدات تفكرها مع الوحده او مع الشابتر او هكذا، فبتفرق. 7 وهي هل لازم اشتري كتب خارجيه؟ بص، انا كواحد اشتريت كتاب الفيزيكس المعاصر وكتاب الكيمستري بس بعد شويه. مش هقول لك ان انا ما استفدتش منهم بشكل كبير، بس استفدت منهم. ايه بقى اللي انا ما استفدتش منهم ليه؟ ما استفدتش منهم لان انا المدرسين كانوا بيخلونا نحل في المذكره بتاعتهم، اللي جايبه من كتاب المعاصر، اللي جايبه من كتاب ايه وكتاب ايه وكتاب ايه، فكان ما عندهاش وقت ان احنا نحل من كتاب تاني بصراحه. او لو عندك مثلا امتحان مثلا كنا بنحل عليه، بس هما برضو كانوا بيوفروا لك حاجات تحل منها. فيعني لو انت مش على قد ما تقدر تجيب كتب خارجيه، هتلاقيها على النت كلها. قول لصاحبك لو هو جايبها تصور منه البارت بس اللي انت عايزه والحل بتاعها. او ممكن مثلا تشوف الناس اللي هم مخلصين ثانويه عامه وتاخد الكتب بتاعتهم. بجد احسن بكتير انك تشتري الكتاب، لان ممكن احيانا في الاخر ما تحلش منه، ولان المدرسين بيخلوك تحل كتير من المذكرات بتاعتهم والكتب بتاعتهم. فاحسن ان انت تعمل حاجات ثلاثه دول، اللي هي يا اما تصور من حد، تشوف حد مخلص ثانويه عامه جايب كتاب منه، او انك تعمله داونلود من على جوجل لو هو مانيوال. وهي لخص بنفسك كانت حاجه من اهم الحاجات جدا اللي انا عملتها واستفدت بيها بشكل كبير جدا في اخر السنه، ان انا كنت بلخص بنفسي، كنت بذاكر الدرس، كنت بشوف اهم البوينتات المهمه، اهم الحاجات اللي فعلا بتنفع جدا، اهم الحاجات اللي ممكن اقع فيها. في اسئله مثلا كنت في الكتاب كنت ما اقدرش ان انا انقلها في التلخيص، ممكن اكتبها بالسؤال مثلا هو في صفحه كذا، في كتاب كذا. كانت مهمه جدا وحلوه جدا انك تلخص بنفسك، لان فرقت جدا. اخر السنه مثلا مش هتلحق ان انت تراجع المنهج كله، تمسك الملخص اللي انت بتقع فيه كتير، اللي انت ما بتعملش، اللي انت مثلا ما ذاكرتوش قوي، كنت بتكتبه في الملخص اللي انت بتركز عليه. كل ده تفتح الملخص هتقرا ده كله، هتلاقيك فعلا خلاص الدرس بتاعك اكنه اتحفظ. طب اهم الحاجات بجد دي حاجه حلوه جدا اللي انا استفدت منها، ان انت تلخص بنفسك. رقم 9 وهي تعمل مايند ماب. ايه المايند ماب؟ هي خريطه ذهنيه، ودايما برشحها قبل ما لو حاجه مش فاهمها مش عارف تحفظها، او لو انت قبل الدرس، قبل ما تروح من الدرس، قبل ما تروح الدرس تكون مثلا انت خدت درس السبت، جاي تروح السبت الجاي، قبل ما تروح السبت يوم الجمعه مثلا، قبل ما تروح السبت يوم الجمعه مثلا تعمل تجيب صفحه او هكذا وتبدا في ورقه كده تكتب ايه خريطه ذهنيه على اللي انت خدته المره اللي فاتت، ايه الحاجات المهمه، ايه الحاجات اللي تقع مني وهكذا. لان هي تحفه بجد وحاجات حلوه جدا تعمل لك ريفرش كده بالمايند بتاعك لعقلك ان انت تسترجع اللي فات. ودي حاجه حلوه جدا انك تعمل مايند ماب، وسواء لو انت حاجه كمان مش حافظها اعملها بمايند ماب هتحفظها كويس جدا. ودي حاجه انا برضو كنت بعملها وحلوه جدا بصراحه. 10 وهي خطط لليوم.
ايه ده اخطط اليوم؟ بجد لازم من قبل ما تبدا اليوم او من قبل ما انت تنام تخطط لليوم اللي بعده. هشوف انا هذاكر ايه اليوم اللي بعده، هشوف ايه اللي عندي درس مثلا، ايه اللي عندي المفروض اذاكره، هكذا. انا كنت بعمل هبقى احط لكم صورتها هنا. انا كنت بعمل ورق كده في الشهر، كنت بقسم فيه عدد الايام، وكل يوم الصبح لو انا ما لحقتش اعملها قبل ما انام، كل يوم الصبح كنت بكتب كده مثلا النهارده واحد واحد. اروح مثلا اكتب مثلا ان انا عندي مثلا كيمستري، عندي اونلاين كيمستري، عندي مثلا عايز اراجع على العربي عشان عندي بكره امتحان عربي، وبس. ده اللي انا هعمله في اليوم ده. فعلا كنت مخلص اليوم اللي لما اكون مخلص. احيانا كنت بكتب حاجات اكتر عشان ايه احس ان ايه حاجات اكتر، عشان متردد اذاكر ايه او ما اذاكرش ايه. مش شرط ان انت تخلصها كلها، كنت في حاجات ما بخلصهاش كلها، في حاجات كنت بخلصها وتحفه بجد. انا كنت مكمل لحد اخر ثانويه عامه بالموضوع ده، لان كانت حلوه جدا وحاجات فادتني جدا بجد. فانصحكم جدا انتوا تخططوا يومكم سواء باي طريقه من الاشكال. ورقه تعلقها على الحيطه، كراسه تكتب فيها تخطيط لليوم، بس ما تبداش مذاكره غير لما تخطط لليوم. رقم 11 وهي سجل اهدافك. بجد من اهم الحاجات والحاجات اللي كانت بتحفزني جدا على المذاكره ان انا اسجل اهدافي. كنت دايما يعني دايما كل ما احس بيأس واحس ان انا مش قادر، لا كنت دايما كده اقوم واقول لا انا هدفي ده. كنت مثلا بفتح اللابتوب واحط صوره الكليه اللي انا عايز ادخلها. كنت دايما بحفز نفسي واقدر. هسجل اهدافك، قول انت عايز ايه، عايز تدخل كليه ايه، عايز تطلع تتخصص في كليه ايه، وعايز مثلا تطلع تشتغل ايه. ده كله حاجات يا جماعه بجد تفرق جدا جدا. طب هتقولي عادي، طب ما انا ممكن ما ادخلهاش عادي، يبقى ده مجرد حاجات في الباست. ممكن انت حاجات في الماضي كده انت ممكن تفتكرها فيما بعد، او ممكن تحقق منها اهداف حتى لو انت دخلت كل 12. وهي سجل يومياتك. انا كان اول مره اعمل جورنالينج بصراحه في الثانويه العامه. كانت كل امتحان برجع امتحانات اخر السنه كنت بذاكر، كنت برجع امتحانات اخر السنه كنت بسجل امتحان كان عامل ايه، كان مودي كان عامل ايه. كانت بجد حاجات تحفه. كنت بسجل ايام انا بقيست فيها خلاص، ايام كنت بعمل شوت داون كده لنفسي، لا كنت بسجل برضه فيها. فيعني حاجه حلوه جدا ان انتوا تسجلوا يومياتكم، لان بجد انا دلوقتي لما يعني برجع واشوف الحاجات دي كلها بجد يعني ببقى مبسوط جدا. وياه ده كان مودي، ده كان شعوري. ودايما وانتوا بتكتبوا حسسوا نفسكم ان فيما بعد انتوا مش هتفهموا اي حاجه. يعني لازم اكتب بالتفاصيل عشان انا بعد كده ممكن انسى حاجات معينه. ما تكتبوش كده حاجات عاميه ما انت مش هتفتكرها بعد كده. فاكتب بالتفاصيل بجد بتبقى حلوه جدا، وهتلاقيك يعني حاجه كده هتفتكرها بعد كده حلوه جدا والله. 13 من اهم الحاجه بقى اللي هو الموبايل. هل الموبايل ده اعمل ايه الموبايل ده؟ يعني اسيبه، اركنه، ابيعه، اخد موبايل صغير؟ بص دلوقتي الدنيا اتغيرت جدا. زمان كانوا بياخدوا الموبايل ويدوا موبايل زراير وهكذا. دلوقتي كل حاجه بقت اونلاين، ولازم ان احنا يعني احنا لازم نذاكر مع الموبايل. فانت عندك حلين. لو انت شخص ما بتعرفش تذاكر والموبايل جنبك، حاول تبعده عنك. حاول ان انت تعمل له اقفله، يعني اقفله خالص. حاول انت تعمل المود بتاع المذاكره اللي هو مثلا تقفله لك كمود ان هو ما يبعتلكش اي مسجات. حاول ان انت تبعده عنك بكل الطرق اللي انت تخليك تذاكر. لكن مش هيخليك تذاكر خالص، لا تدي لمامتك تقول لها مش هعرف اذاكر الموبايل، انا مش عايز. لان بجد الموبايل بيسحل جدا. وانا كنت الحمد لله في ثانويه عامه كان بتاعي كويس، فكنت بقعد على اللاب. فاللي هو كنت اللاب كان احيانا ببقى خلاص زهقت مش عارف اعمل ايه على اللاب تاني، فبروح اكمل مذاكره. ففعلا الموبايل بيسحل جدا. وحاول ان انت تتحكم في نفسك. في البريك اعمل كل اللي نفسك فيه، اقعد على الموبايل اوكي يعني مفيش مشكله، اعمل اللي انت عايزه، بس في وقت المذاكره بجد ما تقعدش وانت مثلا قاعد كده وتلاقي واتساب تروح تشوف المسج، لا. حاول ان انت تبعد عن الموبايل لو انت شخص يعني مدمن على الموبايل جدا. 14 وهي مهمه جدا برضو. رقم 14 لازم يكون في وقت ترفيهي. وقت ترفيه انا يا جماعه كنت واحد لازم اخد يوم الجمعه ده اجازه. انا ما فيش حاجه اسمها الجمعه ده اذاكر، يا رب لو عندي امتحان بكره اخلص يوم الخميس والجمعه ده اجازه. كنتش بعمل اي حاجه لحد 3/4 السنه. انا كنت باخد الجمعه دي اجازه. اخر ربع طبعا عشان خلاص ده كان ضغط وكده كنت انا من مجبر اني اذاكر، يعني ما كانش حد يجبرني ان انا خليني اذاكر. فكان لازم يبقى عندك وقت ترفيه، لازم يبقى عندك يوم ترفيه، لازم تاخد بريك في اليوم. ما هو انت خلاص عقلك شات داون خلاص،
يعني خلاص السيستم بتاعه وقع، فانت هتعمل ايه تاني؟ فانت لازم تاخد بريك، تعمل ريفرش للاونلاين، تسمع مسلسل، مثلا تنزل تتمشى، تنزل تقابل صحابك في يوم، هكذا. بجد وقت الترفيه ده حاجات مهمه جدا، لان هي فعلا بتساعد انك ترجع شغفك وترجع لك، تديك انرجي، طاقه ان انت تكمل في بقيه المذاكره. انت ما تقولش ايه لا ده انا 24 ساعه مذاكره في السبع ايام بتاعت الاسبوع مذاكره، لا غلط جدا. لان انت هتيجي قبل دايما شهر واحد احنا بنقع كلنا، قبل الاجازه دايما بتاعت الاسبوعين دايما بنقع، لان احنا خلاص بنبقى تعبنا. هتيجي انت قبليها في شهر 11 هتلاقي نفسك انت وقعت اصلا، لان انت كنت ضاغط على نفسك كتير جدا. حاول ما تضغطش على نفسك في بدايه الامر، تضغطش على نفسك في بدايه الامر، وحاول ان انت تاخد ترفيه وتدي وقت لنفسك. رقم 15 وهو بقى النتيجه المترتبه على ذلك، ان انت ما تتوترش ابدا ابدا. دايما عارف حكايه التوتر وهكذا، بس حاول ان انت ما تتوترش، لان التوتر ده بيدي حاجات بالسالب جدا جدا. سواء كانت امتحانات اخر السنه، سواء كانت الامتحانات اللي انت بتاخدها في السناتر او الاونلاين او الشهور، الحاجات دي حاول ما تتوترش نفسك. حاول تقول ده امتحان، انا هتعلم مهارات الاولاد، انا عملت اللي عليا، انا كفايه ان انا خلاص كل اللي عليا وعملت كل اللي عليا وخلاص، انا فعلا استودعته عند ربنا. فحاول ان انت ما تتوترش، لان التوتر هيجيب نتيجه عكسيه. انا اتوترت في كذا امتحان اخر سنه وجبت نتيجه عكسيه عشان خاطر انا اتوترت. انا كنت مذاكر جدا ومخلص وعامل كل حاجه، بس انا اتوترت فكنت انا ما عرفتش ادي في الامتحان كويس. فحاولوا ما تتوتروش، وكده كده امتحانات الشهور بتدربكم او امتحانات الفصل بتدربكم ان انتوا ما تتوتروش. في بدايه الامر هيبقى طبعا انا عارف هيبقى فيه توتر جامد، بس بعد كده في كذا امتحان هتبدا التوتر بتاعك وهيبدا يقل وهيبقى احسن بكتير. صدقوني هيبقى يعني توتركم هيقل جدا وهيبقى احسن، وهيبقى يعني عن احتواء واحتويتوا التوتر وعرفتوا ان انتوا ازاي تتعاملوا معاه. بجد حاجه كويسه. مش عارف اعملها ازاي. رقم 16 وهي يا جماعه ابعدوا عن الناس التوكسيك. بجد التوكسيك بالنسبه لي ايه هم التوكسيك؟ الناس اللي تقعد تقول لك انا ما ذاكرتش، اذاكر لهوي اذاكر ما ذاكرتش، ده ما خلصش الشابتر ده، تقول له عملت ايه؟ ده الامتحان ده انا جبت فيه 10 من 30 يا ابني ازاي انت ده مش عارف ايه. بجد ابعدوا عن الناس التوكسيك جدا. الناس دي بجد بتحبطكم، الناس دي بتخليكوا اللي هو ايه، طب ما انا عادي وانا جبت 15 من 30 وهو جاب 12 يعني انا احسن منه، ده هو المفروض يبقى اشطر بس انا بقيت احسن منه، ده انا كده كويس جدا. لا، ابعدوا عن الناس التوكسيك دي يا جماعه. في ناس مثلا تقول لك انت عملت ايه في الامتحان، تقول له معلش مش عايز اقول، احترمهم جدا دول. لكن في ناس برضو تقول لهم عملت ايه في الامتحان كده، وتلاقيه اصلا مقفل اخر السنه مش عايز اقول. فبجد ابعدوا عن الناس التوكسيك، اجروا منهم، ما تقعدوش معاهم، لان بجد كل ما يكلموكم يعني كل ما يتكلموا معاكم كل ما تحسوا ان انتوا محبطين او احسن، بس هيجي بالسالب. يعني هتبقوا احسن بالسالب. يعني هو مثلا جايب 10 من 30 وانت بقى فاكر نفسك جبت 15 من 30، ده انا خلاص ده انا عديت. لا، هو تلاقي اصلا جايب 30 من 30 بس انت ما تعرفش. فبجد ابعدوا عن الناس التوكسيك دي، ومع الوقت هتلاقيكم اصلا عرفتوا الاشخاص دي. فبجد ابعدوا عنهم، لان هم بيأثروا علينا جدا. وحاولوا ان انتوا تصاحبوا ناس تشجع بعضها، ناس توكسيك دي، لان هي هيأذيكم فعلا نفسيا. 17 وهي السنتر ولا الاونلاين؟ اوكي، السؤال ده على اليوتيوب كتير جدا، هو سنتر ولا الاونلاين، السنتر ولا الاونلاين. عايز اقول لك بص، السنتر والاونلاين كل واحد ليه مميزات وكل واحد ليه عيوب. انا كنت واحد باخد معظم دروسي اونلاين، وكان درسين بس هو اللي ولا 3 دروس كنت بنزلهم سنتر، كنت بنزلهم تحت. من وجهة تجربتي الشخصية لقيت ان الاونلاين حلو جدا، بيوفر وقت، بيوفر جهد، بيوفر بقى انت هتلبس ايه النهارده، واختار ايه النهارده، هنزل اقابل مين، نقعد نص ساعه قبل الدرس بنقابل مين، هنقعد بعديها نتكلم بعد الدرس نتكلم ايه. ده وفر ده كل ده هتوفره. مثلا ما عرفتش تذاكر النهارده، تاني يوم تصحى الفجر هتخلص الاونلاين اللي عليك. لكن السنتر عايز بقى انت تلبس ايه، عايز ان انت المواصلات لو اتاخرت تعمل ايه، لو انت كمان لو سنتر المدرس مش في نفس المنطقه اللي انت تقدر تنزل له من حته تانية، فياخد وقت كبير جدا ويضيع لك نص اليوم. فانا يعني ارجح بصراحه الاونلاين، وفي نفس الوقت ارجح السنتر، لان احيانا الاونلاين احنا بنزهق منه جدا، وانا كواحد كنت خلاص تعبت منه. فكانت مثلا 3 ايام بتاع الدروس دي كانت يعني بتعمل لي ريفرش كده، ان انا بنزل اشوف حد، اشوف صحاب، اشوف الناس في الشارع. فممكن ان انت تحاول ان انت توازن بين الاثنين، تاخد معظم الحاجات اللي انت تقدر تتعامل معاها في البيت اونلاين،
حاجات انت مش هتقدر. مثلا في ناس مثلا تقول لك الفيزيكس لا ده انا عمري ما اخدها اونلاين، ده انا لازم انزل سنتر وافهم مع الدكتور او الماستر وكده، فتنزل سنتر. بس ما تحاولش ان كل دروسك تبقى سنتر ولا كل دروسك اونلاين، الا يعني لازم الامر ولا تاخد كله سنتر يا تاخد كله اونلاين. بس ان انا ارجح ان انت تعمل يعني تحاول ان انت تنظم وقتك ما بين الاثنين، سواء كسنتر او سواء كايه اونلاين، عشان خاطر ان هو بجد احنا محتاجين كل ثانيه وكل دقيقه في الثانويه العامه. وهي يعني يا دوبك يعني هي قد كده، فيا دوبك ان انت تحاول توفر وقت عشان خاطر تنجز أكتر. حاجه بقى في الفيديو، في نهايه الفيديو عايز اقول لك كلمه، ان دايما حاول انك تعمل اللي عليك. دي يعني بجد حطها في بالك دايما. ما تجيش بعد الامتحان تقول لي يا ريتني او يا ريتني. حاول تحط الكلمه دي دايما، قول انا هعمل اللي عليا عشان اجي بعد الامتحان ما ندمش ابدا. حاول دايما اعرف ان ربنا يعني ما بيخلي، يعني مش انت بتسعى مثلا وربنا بيتجاهلك، لا خالص، ده ربنا بيسعى معاك، يقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فانت بتسعى في كل لحظه، وبجد بعديها هتلاقي نفسك ربنا يعني مسهل لك الامور جدا. اعرف دايما ان ربنا مش بينسى تعب حد، يعني مهما تعبت ومهما عملت عمر ربنا ما ينسى لك تعب ابدا. حتى لو دخلت كليه انت مش عايزها، ربنا سايب لك الاحسن وعارف لك ايه الاحسن اللي انت هتدخله. لو دخلت الكليه انت كنت عايزها، يعرف ان ربنا سهلها لك عشان تبقى مثلا شاطر في المجال ده. فبجد حاولوا ما تيأسوش، هي سنه يعني ربنا يعلم كلنا جربناها، وهي سنه يعني مصيريه. حاولوا ما تاخدوش على اعصابكم، وخلوها حاجه كده يعني تذكار تذكروها بعد كده، او انتوا حاولوها خلوها ان هي حاجه كده تفتكروها بعد كده بالحاجه الايجابيه طبعا اكتر من السلبيه. تبقى في الكليه كويس جدا، وحتى لو دخلتش الكليه انت حاببها صدقني هتبقى كويس وهتبقى حلو. بس دايما خليك على يقين وثقه بربنا ان هو يحقق لك كل اللي. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا بيه حتى يعني ان شاء الله 5%. ولو عجبكم الفيديو متنساوش تعملوا لايك، وانت متفرج او انت في كلية وبتسمع الفيديو قول لي في الكومنتس الحاجات اللي انتم محتاجين كان حد تقولها له للي هم في ثانوية عامة. لو انت في ثانوية عامة عندكم ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام نادر ايهاب. باي باي.